السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطبية، صحتك تهمنا. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله عن حرقة المعدة أو حموضة المعدة أو حرقة الفؤاد زي ما بنقول عليها. نتكلم عن إيه هي وأعراضها إيه ومشاكلها ممكن تسبب إيه وأسبابها، أسبابها الطبية وأسبابها الغذائية وأسبابها في نمط الحياة، وامتى نستشير الطبيب، والتشخيص، طرق التشخيص بتاعتها بتبقى ايه، بنخاف منها من ايه، والعلاجات المنزلية والطبيعية ليها، وأهمية الغذاء، وأهمية الأعشاب في العلاجات ديت، والعلاجات الطبية بأنواعها، الأدوية بأنواعها المختلفة هنتكلم عنها بتفصيل شوية. نرجو في البداية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم وأصحابكم وجروباتكم، وضغطوا على زر الجرس وتضغطوا على كل توصلكم كل الإشعارات بتاعتنا. الحموضة بتاعت المعدة أو الحرقة أو اللي هي ممكن تسبب من عسر الهضم، ممكن من ارتجاع المريء، ممكن من زيادة إفراز حمض المعدة نفسه. فالأعراض بتاعتها بتسبب لنا شعور بالحرقان، خصوصا حرقان الصدر في المنتصف بتاع الصدر أو تحت عظمة القص، بسبب ارتجاع حمض المعدة للمريء، وبتعطي إحساس غير مريح، وبيزيد الأمر سوءا لما ناكل بعد تناول الأكل يعني، أو لما نيجي نستلقي أو ننام. فبنحس بحرقة في الصدر، وبنحس بطعم حامض بيجي لنا في، أو مذاق مر بيجي لنا في الحلق بتاعنا أو في الفم. بيجي لنا سعال متكرر وانتفاخ وغثيان بعد الأكل. بتسبب لنا التهاب في الحلق وريحة الحلق لريحة الفم الكريه. طيب، ممكن مشاكلها بقى بتعمل لنا ايه، او بتأثر على النشاط اليومي بتاعنا، وبتقلل لنا من النوم، وتقلقنا منه، وبتسبب لنا توتر، وغير من ان التوتر نفسه هو من سبب المشكلة نفسها. فبتأثر بالسلب على الصحة العامة، وبتأثر على الميكروبيوم بتاع الأمعاء، وممكن تسبب مشاكل تزيد إلى ناحية القرحة، أو إلى قرحة في المعدة أو قرحة في الأمعاء. الأسباب يا ترى إيه؟ الأسباب اللي هو أهم سبب اللي هو زيادة الحمض أو إفراز الحمض المعدي اللي هو ال HCl، نتيجة العادات الخاطئة زي الأطعمة الدهنية، الأطعمة الحارة، الأطعمة اللي بتهيج المعدة، أو نتيجة الضغط على المعدة بارتداء ملابس ضيقة، أو نتيجة التوترات والقلق وزيادة الإفراز الحمض نتيجة هذا التوتر العصبي، أو نتيجة استخدام بعض أنواع من الأدوية زي أدوية مضادات الالتهابية والإيبوبروفين والنابروكسين والكلام ده كله، اللي هو انفلاماتوري انتسترويدال، ومضادات الهستامين والبرنيزون أو الكورتيزون والحديد والبوتاسيوم، وبعض الحبوب المنومة ممكن تسبب المشكلة دي. كمان السبب الرئيسي اللي هو ضعف أو اضطراب العضلة الحلقية اللي هي ما بين المريء وبين المعدة، اللي هي العضلة العصرة السفلية للمريء، اللي بتفصل المريء عن المعدة. المفروض تعدي الأكل والطعام والحاجات دي من المريء إلى المعدة، وتمنع ارتداد الطعام والحمض ليه تاني. كمان من ضمن الأسباب ممكن يكون الحمل، وممكن تكون فيه أسباب تانية. إمتى يجب إن احنا نستشير الطبيب؟ نستشير الطبيب لو الأعراض بتاعتنا بتزيد أو بتتفاقم أو مستقرة وتفضل مستمرة، خصوصا لو خدنا الحاجات اللي بناخدها زي الحاجات الحموضة وما استجبناش ليها. كمان لو فيه معاناة من صعوبة البلع أو فقد الوزن، أو فيه ألم في أسفل عظمة القص، لأن ممكن نشك في يكون فيه مرض في القلب، أو يكون فيه مرض في المرارة، أو ارتجاع المريء، أو تمزق المريء، أو التهابات المعدة، أو حتى قرحة المعدة ممكن تسبب الألم ده. فلازم نستشير الطبيب علشان يستكشف السبب الرئيسي ليه.
كمان لو حصل فيه نزيف، سواء كان نزيف في الفم أو نزيف في البراز اللي هو براز أسود طري ستول يعني. دي كلها بتخلينا لازم نروح نزور الطبيب. وطبعا ممكن في حالات مرضية بتسبب الحموضة، اللي هي فتق الحجاب الحاجز أو الارتجاع المعدي المريء. بعد كده من التشخيص، لما نروح للطبيب بيفحص وبيشوف التاريخ المرضي بتاعنا، وبيشوف مدى استجابة المريض لأدوية الحموضة، بيعطيها له الأول ويشوف استجابته ليها. ما حصلش استجابة أو فيها أعراض أشد أو فيه مشاكل ممكن يعني فيه مضاعفات، يبقى لازم الطبيب بيعمل فحوصات عشان يفرق من الأعراض بتاعة الارتجاع المريئي، اللي هو ممكن ناخد بلعة بريم ونعمل أشعة على أعلى الجهاز الهضمي. ممكن ياخد أو يعمل منظار للمريء والمعدة. ممكن يعمل اختبارات لقياس ضغط المريء. ممكن اختبارات للمسبار بتاع الحمض بتاع المعدة. نسينا برضك من ضمن الأسباب بتاعة الحموضة اللي هي الحمل عند السيدات. نيجي للعلاجات، ودي هنركز عليها أكتر، اللي هي العلاجات المنزلية. اللي أول حاجة بنقلل الحاجات اللي هي بتثير أو بتزود الإفراز بتاع الحمض. نقلل الأطعمة الغنية بالدهون، نقلل المقليات على قد ما نقدر، نتناول وجبات تكون غنية بالألياف، نقلل المشروبات بتاعة القهوة أو المشروبات الغازية، ونتجنب الحاجات اللي بتزود الحموضة ديت أو بتسببها، زي الأكلات زي البصل والثوم والطماطم ومنتجات الطماطم والشوكولاتة والمشروبات الغازية والكافيين والنعناع والكحول والحمضيات والبهارات والتوابل والطعام الحار والطعام الحمضي والطعام الدهني والكحوليات والعصاير بتاع الحمضيات يعني نفسها. كمان يجب ان احنا ما نفرطش في تناول الطعام وناكله مرة واحدة. بننصح بان احنا نتناول بدل وجبة تقيلة وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، وما ننامش بعد الاكل مباشرة، ولازم يكون عليه وقت كافي، ساعتين ولا حاجة ولا اكتر. كمان لازم قبل اي وجبة نتأكد اننا جعان عشان ناكل، ونتجنب ان احنا ولما نبدأ الشبع نتوقف عن أكل الطعام، ونمنع التدخين كمان. كمان نمنع رفع أحمال تقيلة ممكن تسبب المشكلة ديت. ما نمارسش تمارين شاقة، وما نكونش برضك خاملين ويبقى عندنا سمنة بتزود الحموضة نتيجة الكسل وعدم الحركة. نحافظ على وزن ثابت لنا. نخفف التوترات اللي بتزود إفراز الحمض وبيتبطأ تفريغ المعدة لمحتوياتها. كمان لما نيجي ننام نرفع راس السرير أو ننام على مخدة عالية شوية. كمان ممكن نتوقف عن كل التدخين، سواء كان التدخين العادي أو التدخين الإلكتروني، ونتوقف عن شرب الكحوليات، ونشرب كميات كافية من المية، ونرتدي ملابس واسعة. ممكن ناخد حاجات اللي هي نحافظ على ممارسة الرياضة بانتظام. ممكن ناخد صودا الخبز اللي هي بتحيد الأحماض، معلقة صغيرة مدوبة في كوباية مية. ممكن ناخد نشرب كمية كافية من المية. ممكن نتناول الزنجبيل والشاي الأخضر. ممكن معلقة صغيرة من العسل قبل الوجبات، وتكون وجباتنا صغيرة، ونتجنب الإفراط في الطعام. وطبعا زي ما احنا قلنا نتجنب الأطعمة اللي بتسبب المشاكل ديت، ونتجنب كمان الوجبات السخنة والحلويات والأطعمة اللي بتتهضم بسهولة أو بتتهضم بسرعة، لأن بيبقى مؤشرها لجليسيمي عالي وبتسبب الحموضة دي. كمان ممكن نشرب حليب، مخفوق الحليب،
ممكن ناكل زبادي، ممكن نشرب حليب بارد يخفف لنا الحموضة، ممكن نشرب ينسون دافي، ممكن ناخد نعناع أخضر، ممكن خل أبيض بيضاف للطعام يظبط الملوحة، يظبط الحموضة ويسهل الهضم بتاعنا. ممكن نشرب شاي أوراق النعناع، بنطحنه أو بنغليه في المية. ممكن أوراق ريحان، شاي أوراق ريحان. ممكن شاي الزنجبيل، له خصائص مضادة للالتهاب ومهمة للجهاز الهضمي. ممكن كمان البطيخ حلو قوي، بيقلل إنتاج الحمض بتاع المعدة. ممكن الموز بنستخدمه فبيقلل إنتاج الحمض في المعدة برضك. ممكن مشروب جوز الهند، ممكن عصير الليمون قبل الأكل بساعة، ممكن عشان يتعادل مع في المعدة. ممكن كمان ناخد كزبرة خضراء مع العسل أو مع الحليب. ممكن ورق البسلة برضك. ممكن العرسوس والقرفة والقرنفل. وممكن عصير الصبار النقي بيقلل الالتهابات. ممكن الحليب البارد، قلنا لو خصوصا لو الشخص ما عندوش حساسية لللاكتوز، سكر اللاكتوز. ممكن خل التفاح قبل الأكل بيساعد برضك ما يكونش فيه مشاكل في المعدة أو المريء. إذا كان فينا مشاكل فمفيش داعي له. ممكن دي كلها حاجات طبيعية ممكن ناخدها. بعد كده بناخد الأدوية. في أدوية ممكن ناخدها من غير وصفة طبية، اللي هي مضادات الحموضة. مضادات الحموضة اللي هي بتعادل الحمض، زي المالوكس، زي الجافسكون، سواء كانت راسمس أو سواء كان دواء شرب. فده بيعادل الحموضة، تأثيره سريع بس بيقعد فترة بسيطة، وبيخلي المعدة بيتعادل فيه، بيبقى بيعادل الحموضة بتاعتها. بعد كده الطبيب بيوصف لنا مثبطات أو حاصرات مستقبلات الهستامين 2، اللي هو H2 ريسبتور، اللي هي زي السيمتيدين، زي الفاموتيدين. ديت بتعادل أو إنتاج حمض المعدة بتقلله، وبتظهر مفعولها، بتاخد وقت يعني عم تظهر المفعول بتاعها. فيه كمان الأدوية اللي هي مثبطات مضخة البروتون، زي الأوميبرازول وزي البامريال، زي أدوية كتيرة اللي هي بناخدها، سواء كان أدوية معظمها تركيزها 20 و40 مللي جرام، بناخدها قبل الأكل عشان تبطئ أو أو تعادل حموضة المعدة وتمنع إفراز الحمض من المعدة. ممكن الطبيب كمان يوصف لنا حصرات البوتاسيوم. ممكن يوصف لنا الميتوكلوبراميد، اللي هو حقن أو بإقراص عشان تقلل الارتجاع بتاع أحماض المعدة. ممكن كمان مثبطات امتصاص السيروتونين. ممكن الطبيب يعطينا برضه مخفضات أو اللي بتعمل استرخاء لعضلة المريء. ممكن مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقات يكتبها لنا الطبيب. كل ده على حسب ما بيشوف الحالة بتاعتنا. بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. نرجو في النهاية اللي ما عملش اشتراك في القناة رجاء يعمل اشتراك، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك جميل وشيروه لأكتر عدد من حبايبكم واصحابكم وقرباتكم، وضغطوا على زر الجرس وضغطوا على الكل توصلكم كل اشعارات. ضروري استخدام اي ادوية او اي حاجات اعشاب او حاجات طبية او كده، لازم نستشير الطبيب قبلها، عشان لما ناخد ادوية ممكن تعمل تفاعلات دوائية، او ممكن تعمل حساسية، او ممكن تعمل مشاكل. نستبعد الحكاية دي. نتمنى لكم الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.